الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة المستمعون، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شهر رمضان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام، وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وبعد، فهذه سلسلة نقف فيها مع أجزاء القرآن الكريم، نتدبر فيها في كل يوم جزءا من أجزاء كتاب الله عز وجل. فالقرآن كتاب عبادة، فكل حرف تقرأه لك فيه أجر ولك فيه 10 حسنات. والقرآن أيضا كتاب إيمان وخشوع وخضوع لله عز وجل، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والقرآن أيضا كتاب تدبر وفهم وتأمل لمن يفهم عن الله عز وجل. ونحن في هذه السلسلة نستعين بالله عز وجل لنتعرف على المواضيع التي سنقرأها في كل جزء من أجزاء القرآن، على المواضيع الأساسية، ثم نحاول قدر الإمكان أن نربط بين هذه المواضيع ليسهل الحفظ على من يريد الحفظ، ويسهل التدبر على من يريد الفهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتدبرين لكتابه الكريم، ونعوذ بالله أن نكون من أهل النفاق الذين قال الله فيهم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والحمد لله رب العالمين.